ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بكل خير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل كفتة الفراخ بطريقة جديدة كده وشكل جديد، طريقة سهلة قوي. الاكلة دي تقدري تقولي عليها الاكلة المنقذة السريعة، في دقايق تكوني عاملاها وفي الاخر النتيجة بتبقى حلوة قوي. شايفين الجمال؟ حلوة جدا. ندخل في المقادير والتفاصيل. أول حاجة معايا بصلاية، فلفلاية حمراء وفلفلاية خضراء وفصين توم. تمام، بصلاية وفلفلاية حمراء وفلفلاية خضراء وفصين توم. هنضربهم كويس جدا في الكبة. تمام، ده نص كيلو مفروم فراخ، هو جاي جاهز كده. البهارات عبارة عن ملح وفلفل وكركم ومعلقة صغيرة بيكنج باودر عشان الكفتة ما تبقاش مكتومة، وبهارات فراخ والسبع بهارات وقرفة وكزبرة. وانا هحط لك كل المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. حطينا بقى الخليط بتاع البصل والفلفل والثوم عليهم كده. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة. هحط بقى معلقتين كبار بقسماط ناعم. الطريقة دي بجد للكفتة حلوة قوي، بتديلها طعم جميل كده، وهي يعني تحس ان الطعم مختلف عن الكفتة اللي احنا بنعملها العادية. هنقلب بقى المكونات كويس جدا مع بعض لحد كده ما يتجانسوا كده وكل المكونات تدخل في بعضها. الكفتة دي انا قدمتها مع رز اصفر، انا كنت عاملة طريقة الرز الاصفر دي في فيديو على القناة. او ممكن تعمليها مع مكرونة اسباجيتي، اللي يريحك تعمليه معاها. تمام، هقعد اقلبها كده شوية، هتحس ان هي بتلزق شوية في ايدك، عادي جدا ولا اي حاجة، مفيش اي مشكلة. وما تقلقيش، مش هتفك منك ولا هيجرى لها اي حاجه ان شاء الله. بس اهم حاجه ان انتي تسيبيها بعد ما قلبت المكونات كده مع بعض، سيبيها في التلاجة نص ساعه او ساعه على الاقل. تمام. ولو لقيتها بتلزق كده في ايدك، يعني نقطه ميه كده وعادي جدا سويها بس كده ومفيش اي مشكله. الطبق ده فيه ميه عشان لما الكفته تلزق في ايدي كده الميه تمنع ده. هنبتدي بقى نشكلها الشكل اللي انت شايفاه ده. الشكل ده جميل قوي بجد، يعني في الاخر شكلها كان خطير وسهلة ومفيش فيها اي صعوبة خالص زي ما انت شايفة كده. معلقة بقى او اي حاجة عندك كده وهنبدأ نعمل كده ايه. زي ما انت شايفة كده خطوط كده بالعرض. شايفين بقى الجمال؟ شكلها حلوة قوي. هعمل واحدة كمان قدامكم بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. والشكل ده تحس ان هو ايه، جديد كده يعني، مش مفيش حد بيعمله كتير، يعني كنوع من انواع برضو ايه التغيير كده. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. حلوة قوي بجد، شكلها جميل قوي. هنعمل بقى كل كمية بالشكل ده. واهم حاجة بعد انت ما تعمليهم كلهم، لازم تدخليها التلاجة ساعة على الاقل قبل ما تحمريها في الطاسة وكده. لا، لازم تحطيها في التلاجة ساعة او نص ساعة على الاقل يعني. تمام، عشان تمسك كده شوية كده وتبقى ايه كويسة معاكي وتعرفي تقليها بسهولة. عملت كل الكمية زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. عملت معايا كمية كويسة جدا. دخلتها بقى التلاجة، انا دخلتها التلاجة ساعة او اكتر كمان. تمام، هنا بقى طاسة حطيت فيها شوية زيت والنار متوسطة مش عالية. تمام، النار تكون متوسطة.
هنبتدي بقى ايه نحمرها، وهوريكي دلوقتي لا فكت ولا حصل لها اي حاجه خالص، زي ما هي ولا جرالها اي حاجه. اهم حاجه ما تقلبيهاش الا لما تتاكدي ان هي احمرت من تحت. تمام، ما تقلبيهاش خالص الا لما تتاكدي ان هي احمرت من تحت. جربيها، انا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبك، لان بجد طريقه حلوه قوي قوي قوي، وسهله وبسيطه ومفيش فيها اي صعوبه خالص. تقدري طبعا تعمليها على فطار رمضان او في العزومات، طبق جانبي كده، بجد حلوة قوي قوي قوي. جميلة قوي، لون حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى، ولا فكت ولا حصل لها اي حاجة، ولا اصلا شكلها اتغير، ولا شققت كده، ولا فتحت، ولا اي حاجة خالص. كل حاجة قدامكم اهو، عشان تجربوها وما تكونوش قلقانين. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة. حتى الخطوط اللي انا كنت عاملاها كده ما راحتش ولسه موجوده، وشكلها موجود اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين الجمال؟ حلوه قوي قوي قوي، لونها كده جميل، وده بسبب الكركم. وانا هحط لكم كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. حلوه قوي قوي جميله. هحمر بقى كل الكميه بالشكل ده. حلوه جدا جدا. وده بقى كان الشكل النهائي. انا قدمتها مع رز اصفر، والرز الاصفر ده انا عملته في فيديو على القناة. شايفين بقى الجمال؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ بجد خطيرة. اللي شكلها ما تغيرش خالص، ما فكتش مني، ما حصلهاش اي حاجة. الخطوط اللي انا كنت عاملاها زي ما هي، ما راحتش ولا اي حاجة. بجد حاجة كده خطيرة خطيرة يعني. والطعم جميل قوي قوي قوي، مختلفة عن الكفتة العادية اللي احنا بنعملها على طول. لا، ده طعم تاني خالص مختلف عنها. ما فكتش، شكلها ما اتغيرش، ما حصلهاش اي حاجة خالص. شايفين الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي قوي. انا عايزاكم بصراحة تجربوا الوصفة دي، لانها وصفة جميلة جدا جدا جدا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.